صنعناها من أجلكم وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم. رمضان قصص وعبر واحدة. وهذا في برنامجكم الأسبوعي رمضان كل يوم جمعة على الساعة 9 مساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله نحن وإياكم من النار، وأنجانا نحن وإياكم من عذابها المهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية أعزائي المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما قد بدأناه في الحلقة الماضية، وكنا إذ ذاك تحدثنا عن ولادته صلى الله عليه وسلم ورضاعته، ثم نسبه صلى الله عليه وسلم، واستخرجنا في ذلك عظات وعبر كثيرة وجليلة. تحدثنا عن ولادته وقلنا أنه ولد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم الاثنين من عام الفيل، وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، بحيث توفي أبوه وأمه حامل به لشهرين، ثم ما لبث عند أمه حتى توفيت أمه، ثم انتقلت كفالته بعد ذلك إلى جده عبد المطلب، ثم بعد جده أو لما توفي جده صلى الله عليه وسلم انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. واستجلينا من خلال سرد هذه السيرة أو هذا الجزء من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيما، وولد يتيما، وطفولته مرت كلها في يتم. ووراء هذا شيء عظيم جدا، وقد تطرقنا إليه سابقا، وقلنا أنه لن يغتر أو أن لن يفكر الإنسان في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث هذا من أبيه أو جده أو أسرته على العموم. ثم قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب به أو لما انتقل إلى قبيلة بني سعد عند حليمة السعدية، تغيرت الحياة وتغيرت الطبيعة من الفقر والحاجة إلى الغنى، وبهذا المصطلح إلى فيض من الأرزاق. وكان السبب في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجوده في قبيلة بني سعد حدثت له حادثة شق الصدر المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى آخر الآيات. وتطرقنا كذلك إلى نسبه الشريف، وقلنا أنه ينتهي إلى إسماعيل أبي العرب عليه الصلاة والسلام،
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة إلى سيدنا أو إلى عدنان. والمعروف أن عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل أو مجموع هذه المسائل هي التي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية. والآن أعزائي المستمعين والمستمعات ننتقل نحن وإياكم إلى شيء آخر وإلى فترة أخرى بعد فترة الطفولة والرضاعة. ننتقل إن شاء الله أيها السادة المستمعين والمستمعات إلى رحلته الأولى صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم له من العمر 12 سنة سافر عمه أبو طالب إلى الشام في ركب للتجارة، في مجموعة من الناس للتجارة، فأخذه معه، أي أن عمه أبا طالب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولما نزل ذلك الركب الذي كان معه أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بصرى، مروا على راهب هناك يقال له بحيرة، وكان عالما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية. وفي تلك اللحظة وفي ذلك الزمان أبصر بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتأمله ويكلمه، يعني تكلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل فيه وميزه عن سائر الركب الذي كان إذاك في بصرى. ثم التفت إلى أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه لشدة محبته له وشفقته عليه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له ابني، وذلك لسبب المحبة الوثيقة والشفقة عليه. قال بحيرة: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه لشدة محبته له وشفقته عليه. فقال له بحيرة: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. من هنا نستجلي أن بحيرة تفطن للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأنه رسول نبي، وعلم أنه سيكون نبيا. ومعلوم أن كتب الرسائل الماضية كلها كما قلنا في أول حلقة تبشر بما سيأتي بعد، إذ أن قلنا بأن الرسالات كلها متفقة على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى، والشرائع تختلف بحسب الأوضاع وبحسب الواقع. بحيرة علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر، فقال: وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فماذا قال أبو طالب؟ قال: هو ابن أخي. فقال له بحيرة: فما فعل أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حبلى به. قال بحيرة: صدقت، فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه هنا ليبلغنه شرا، فإنه كائل لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به أبو طالب عائدا إلى مكة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل
فترة الشباب من عمره، فبدأ بالسعي للرزق وراح يشتغل برعي الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل برعي الغنم، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما بعد: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. وحفظه الله من كل ما قد ينحرف إليه الشبان والشباب من مظاهر اللهو والعبث. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نفسه: ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعده بسوء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر مما مر منه شباب الجاهلية إذ ذاك من اللعب واللهو وغيرها، ففي كل مرة يهم بذلك إلا وأحفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك اللهو ومن غيره. أعزائي المستمعين والمستمعات، ما يمكن مرة أخرى أن نستجليه وأن نستشفه من هذه الأحداث التي ذكرناها، وحديث بحيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث رواه عامة علماء السيرة، وأخرجه الترمذي مطولا من حديث أبي موسى الأشعري على أن أهل الكتاب من يهود ونصارى كان عندهم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بعلاماته. وذا قلناه آنفا، قلنا أن كل رسالة أو كل كتاب يبشر بما سيأتي بعده، فمنها ما رواه علماء السيرة من أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ويقولون: إن نبيا سيبعث قريبا سنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولما نكثوا عهدهم أنزل الله في ذلك قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى القرطبي وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: سأل عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام وقد كان كتابيا فأسلم: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما كنا قد رددناه. النصارى واليهود كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي بعد نبيهم، فقال عبد الله بن سلام: نعم وأكثر. بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعمته فعرفته. أما ابني فلا أدري ما الذي قد كان من أمه. ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من الإنجيل والرهبان وعلماء الكتاب. لا ينافي أعزائي المستمعين هذا أن كثيرا من أهل الكتاب ينكرون هذا العلم، وأن الأناجيل المتداولة خالية عن الإشارة إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم بالبداهة ما تقلب على هذه الكتب من أيدي التبديل والتغيير والمتلاحقة، يعني زور بلغة العصر. قد صدق الله إذ يقول في محكم تبيانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم سنشير بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى مرة أخرى لما يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ما بلغ، تاجر في مال خديجة رضي الله عنه ثم تزوج منها. كانت خديجة كما يروي أهل السيرة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة كرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج هو في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، ومعه غلامها ميسرة. وقد قبل محمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض، فرحل إلى الشام عاملا في مالها، ومعه بطبيعة الحال معه ميسرة الغلام. فحالفه التوفيق في هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم، حالفه التوفيق أكثر في غيرها، يعني في هذه المرة أكثر في غيرها، وعاد إلى خديجة رضي الله عنها بأرباح مضاعفة، فأدى لها ما عليه من أمانة تامة ونبل عظيم. ووجد ميسورة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أخلاقه ما ملأ قلبه دهشة له وإعجابا به، فتحدث لخديجة رضي الله عنه فروى ذلك لخديجة رضي الله عنهم أجمعين. فأعجبت خديجة بعظيم أمانته، ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه زوجة بواسطة صديقتها نفيسة من تمنية. من هنا نستجلي إخواننا الأفاضل أن الخطبة ليس بالضرورة أن تكون من الرجل، فالمرأة كذلك قد تعرض نفسها للزواج على رجل، وخديجة رضي الله عنها عرضت نفسها للزواج من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العادة جرت على أن الرجل هو الذي يخطب. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وكلم في ذلك أعمامه فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد. ومن هنا كذلك أخواني المستمعين نستجلي أن المشاورة والتشاور في الأمور الدنيوية هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يشاور في الأمر، يشاور فيه الناس. ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام وقد تم له من العمر 25 عاما، ولها من العمر 40 سنة. من هنا كذلك كل شيء يمر منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه عبر وحكم عظيمة جليلة جدا. قد نقول في هذا الزمان الأغبر أن الرجل دائما لابد أن يكون أكبر عمرا من المرأة، فنجد الرد
في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تزوج خديجة رضي الله عنها وقد بلغ من العمر 25 سنة وهي بلغت 40 سنة، فكانت تكبره ب15 سنة. قد كانت تزوجت خديجة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين. كانت قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجت برجلين، الأول منهما عتيق بن عائذ التميمي، ثم خلفه عليها أبو هالة التميمي واسمه هند بن زرارة. هناك يعني من خلال هذا الذي ذكرناه حكم وعبر عظيمة جليلة، سنذكر من بينها عبرتين وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يمكن يعني أن نستخرجه من هذا الحدث من العبر. سنكتفي ببعضها، وإلا فإن العبر في حياته صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل حياته كثيرة وعظيمة وجليلة. أما عمله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة فهو استمرار لحياة الكدح الذي بدأه برعي الغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يرعى الغنم، ثم استمر في ذلك بالتجارة والرحلة إلى الشام. وأما فضلها ومنزلتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظلت خديجة أو لخديجة مكانة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته. ثبت في الصحيحين أنها خير نساء زمانها على الإطلاق. روى البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، يعني لم تصبها الغيرة إلا على خديجة، ولم تدرك قالت: وإني لم أدركها ما غرت، كما قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وروى أحمد والطبراني من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. لخديجة فضل عظيم على المسلمين عامة، فهي التي كانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار يحيطون به. وخديجة رضي الله عنها هي أول امرأة تزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها المرأة التي رزق منها بالأولاد، ثم إنها المرأة العفيفة. فكانت حتى في الجاهلية إذا ذكر اسم خديجة تبادر إلى الذهن تلك المرأة العفيفة، رغم ما كان الناس يعيشونه من جاهلية جهلاء. على كل حال، كما قلت سابقا، فالحكم والعبر من حياته صلى الله عليه وسلم
وبالضبط في كل فترة من فترات حياته صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة جدا. كيف لا وهو الذي أرسل إلى الخلق عامة. إلى هنا توقفت سفينتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنواصلها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الحلقات المقبلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يهدينا إلى سبيله وصراطه السوي المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا محبة الله ورسوله، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا إلى الخير، وأن يتقبل منا في هذا اليوم المبارك العظيم عنده يوم الجمعة عيد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما تعلمناه. أعزائي المستمعين والمستمعات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضات دين قصص وعبر واحدة. وهذا في برنامجكم الأسبوعي ومضات دين، كل يوم جمعة على الساعة 9 مساء. صنعناها من أجلكم، وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم.